حلقة بعنوان فضايح بالصوت والصورة. يعني الحلقة دي هتشوف فيها جميع الفضايح اللي اتحاد الكرة ضد النادي الأهلي، الحكم محمود وفا ضد النادي الأهلي بالصوت والصورة. كل حاجة وكل فيديو وكل كلمة هقولها هوريك الدليل بتاعها بالصوت والصورة. في حلقة النهاردة هتكون حلقة جامدة جدا جدا، فعايزك تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تشترك في القناة وتعمل لايك. اعمل لايك واشترك في القناة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، يقترح لأكبر عدد من الناس والناس كلها تشوفه، واعمل شير عشان الفضايح دي كلها الناس تشوفها. يلا نبدأ. يلا بينا. واول فيديو معانا واول فضيحه معانا الاستاذ عادل القيعي اللي هو مدير التعاقدات السابق في النادي الاهلي بيتكلم عن الحكم محمود وفا وعمل كارثه حرفيا. يعني احنا كنا مفتكرين ان هو زق تريزيجيه بس وقال له امشي، يلا لا ده طلع عامل كوارث اكتر. انا الصراحه سمعت الكلمه دي على بوستات على الفيس، بس انا ما صدقتش طول ما انا ما شفتهاش وطول ما انا ما سمعتهاش من مصدر موثوق ما اقدرش اقولها. فانا سمعتها من الاستاذ عادل القيعي، فاسمع معايا بيقول ايه بخصوص الحكم محمود وفا. فكابتن سيد لما هيروح هيقول له والله قبل المباراه وبعد السلام الوطني الحكم قال لتريزيجيه انت متوصى عليك النهارده. انا بجيب لك بقى الكلمه دي اتقالت ايوه على مسؤوليه حضرتك، ظهرت في فيديو على فكره. طيب بعد ما سمعنا استاذ عدلي القيعي وهو بيقول لك الحكم في بدايه المباراه قال لتريزيجيه انت متوصي عليك النهارده، انت متخيل الفجر وكميه البجاحه اللي في الحكم؟ بقولها لك على العلن، فضيحه على العلن حرفيا. طب شفت اللقطه دي؟ انا هوريك اللقطه دي والحكم بيقول لمحمود حسن تريزيجيه انت متوصي عليك النهارده. اسمع معايا. تريزيجيه الحكم متوصي عليك بعد ما سمعت انت متخيل الحكم بيقول لتريزيجيه يعني على العلن، يعني مش بين الحكم وبين نفسه، لا ده قال لتريزيجيه انت متوصي عليك النهارده. يعني الكلام مش بينه وبين نفسه، لا ده على العلن كده، مفكرها ان هي هتعدي بالساهل. لكن هتعدي بالساهل ازاي؟ الكور دي والحاجات دي ما بتعديش بالساهل على النادي الاهلي وخصوصا على سيد عبد الحفيظ. واسمع سيد عبد الحفيظ رده كان عامل ازاي. ان احنا طلبنا من لجنه الحكام، يعني فاهم، فمين هنا مين الصادق؟ تمام. موقف الاهلي له مجلس اداره يعرف يجيب حقوقه كويس بمنتهى الوضوح ومنتهى البساطه. يعني شكرا كابتن سيد. سيد عبد الحفيظ طبعا في اتحاد الكوره اول ما مشي وما عرفش يخش رد عليهم رد بص قلب الدنيا، وقال لهم يعني باختصار الكلمه قال لهم ان النادي الاهلي عنده مجلس اداره بيعرف يجيب حقه، ومش مجلس الاداره كله عامه، لا عندنا سيد عبد الحفيظ يعرف يجيب حقه. والمفروض سيد عبد الحفيظ ما يبقاش مثلا ان انا اخش بالراحه ولابس تيشيرت وبنطلون وداخل براحتي وراجع براحتي، لا اعمل زي الذكر اللي انا هوريهولك في الفيديو دلوقتي. راح لهم الساعه 2 بالليل ودخل رن عليهم تعالوا لي، فتح لايف في وسط اتحاد الكوره ورن عليهم، وكان بيخش الحمامات ويفتح ويدور عليهم الساعه 2 بالليل. اتفرج معايا. انا في الاتحاد دلوقتي. ايوه هيحصل كارثه، انا بقول لك وحياه المصحف يا سياده اللواء تحصل كارثه. حمام ده زي ما شفنا المستشار مرتضى منصور راح لهم على طول الاتحاد الساعه 2 بالليل او الساعه 1 بالليل وفتح لايف. يا عم اهدى بقى. وفتح لايف الساعه 2 بالليل او الساعه 1 بالليل وقال لهم تعالوا لي، رن عليهم وقال لهم تعالوا لي. حرفيا ما لقيش حد في الاتحاد، كان بيفتح عليهم الحمامات ويدور عليهم ما كانش بيلاقيهم. يعني يا جماعه الراجل ده برغم ان احنا كنا بننتقده كاهلاويه كزملكاويه، بس اتحاد الكوره ما كانش ينفع معاه غير اللي بيعمله المستشار مرتضى منصور معاهم. هو ده اللي المفروض اي حد اي رئيس نادي يعمله معاهم. هم ما لهمش غير كده حرفيا اتحاد الكوره. لسه ما خلصناش، تعال نخش على الفضيحه الاكبر والاكبر اللي بعد كده. بعد ما تعمل لايك وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام تعال نكمل. طبعا انت مفكرنا خلصنا، لا ده احنا لسه ما خلصناش، ده اللي جاي اكبر واكتر. وعن اللي راعبهم الذكر اللي حرفيا مربي لهم رعب في اتحاد الكوره. مين هو؟ طبعا سيد عبد الحفيظ. تقول لي ايه اللي حصل تاني من سيد عبد الحفيظ؟ اللي حصل ان سيد عبد الحفيظ لما راح اتحاد الكوره حرفيا جابوا له شركه امن مخصوص علشان تحميهم. يعني انت متخيل جابوا شركه امن مخصوص لسيد عبد الحفيظ وهو داخل اتحاد الكوره، تلاقي الامن محاوطه كده وهو داخل وهو طالع الامن محاوطه. اسمع معايا الفيديو ده. انا داخل اتحاد الكوره حضرتك، اتحاد الكوره المصري ماشي، انا داخل اتحاد الكوره المصري مش داخل جهه اخرى ماشي. شيل ايدك معلش الناس دي عشان عد ناس قامات كبيره محترمه. انا عارف صح، ما يصحش تاخد بصدرك كده. ايه ده انت محمد؟ شكرا يا استاذ جابر. وبعد ما شفنا الفيديو اللي قدامك ده جايبين شركه امن زي ما انت شفت، جايبين شركه امن مخصوص لسيد عبد الحفيظ. انت متخيل كميه الرعب اللي سيد عبد الحفيظ مربيها لهم؟ كميه رعب غريبه جدا جدا. في فتره معانا بعد كده، بس الفتره دي هتكون فقره الضحك، تعال نخش فيها بعد كده. والفقره اللي معانا بعد كده هتكون فقره مضحكه حرفيا، يعني اصبر كده وعلي الصوت
واسمع معايا. محمد صلاح او سالم الدوسري؟ صلاح اكيد. الدوسري، سالم الدوسري. نعم سالم الدوسري. سالم الدوسري بالنسبه لنا مهاريا سالم الدوسري. العينات دي في مصر هي دي اللي بتشجع الاهلي. لا انا زملكاوي زي على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. زي ما انت شفت في الفيديو ده 2 زملكاويه، هو الراجل اللي بيسال كان يفكر الاثنين اهلاوي، واحد زملكاوي واحد اهلاوي تقريبا. فلما سالهم ليه واحد بيقول له محمد صلاح وليه واحد بيقول له سالم الدوسري، وده مجنون بالنسبه لي يعني، ازاي سالم الدوسري امهر مش عارف. فالتاني الزملكاوي بيقول له العينه اللي زي دي كده عندنا بيكونوا الاهلاويه ان هم مجانين وكده مش فاهم يعني، هو عبيط سيبك منه. بيقول لك العينه اللي زي كده بيكونوا اهلاويه، فيرد عليه ويقول له لا انا زملكاوي زيك. قصف جبهه علني حرفيا. تعال نكمل. اخر فيديو معانا يا باشا هيكون هو عن ضربه جزاء اللي اتحسبت للمصري. حرفيا الكوره غريبه ازاي اتحسبت للمصري انا مش عارف. هي كضربه جزاء اللاعب لامم ايده كده يعني، لامم ايده على كده، واي اول ما الكوره خبطت زي ما هتشوف دلوقتي الكوره زي ما انت شايف قدامك كده، الكوره اول ما خبطت في ايده على طول الحكم لا كلم الفار ولا اي حاجه. ضربه جزاء، الكوره شافت ضربه جزاء وخلصت عندنا. راح للفار قعد ربع ساعه يبص للفار وفي الاخر ما حسبهاش، واللاعب كان ايده قضاضي، كان حرفيا كانه هيطير. هو ده التحكيم المصري، وهو ده اللي سيد عبد الحفيظ عايز يفوره حرفيا، هو ده اللي هيحصل ان شاء الله. لحد هنا تكون الحلقه خلصت، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ولو وصلت معايا لحد هنا انت اسطوري حرفيا. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك، وقبل ده كله تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. استني في حلقه جديده. سلام.